مش كل بيت قديم عادي، في بيوت جمالها يخبي أسرار مرعبة، وبيت السحيمي واحد منهم. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في قلب الجمالية في بيت اسمه بيت السحيمي، بيت عمره مئات السنين. من بره تحسه تحفة معمارية، لكن من جوه قصصه كلها دم بارد ورعب. الناس حوالين البيت بيقولوا إنهم بالليل بيسمعوا خطوات على الأرض الخشب، وأبواب بتتفتح وتقفل من غير أي إيد. الأغرب إن في ست لابسة لبس قديم جداً واقفة في الشباك، أول ما تبص عليها تختفي. الحكاية الأخطر حصلت مع واحد من الحراس زمان، بيقول إنه سمع ضحك أطفال في الجنينة مع إن البيت فاضي، ولما قرب من الصوت لقى الألعاب القديمة بتتحرك لوحدها وكأن في أطفال بيلعبوا بيها. وفيه زوار دخلوا البيت بالليل إنهم سمعوا صوت ست بتعيط جوا واحدة من الغرف، ولما فتحوا الباب الغرفة كانت فاضية تماماً. وفيه واحد تاني اتقال إنه حس بإيد حد بتحط على كتفه، ولما لف وراه ما كانش فيه أي بني آدم. من وقتها بيت السحيمي اتشهر إنه مسكون، وكل اللي دخلوا بالليل حكى عن برودة غريبة وأصوات همس حوالينه، كأن في حد بيتابعه خطوة بخطوة. وجالك تحدي تبات ليلة كاملة في بيت السحيمي؟ هتقبل ولا هترفض؟ قلنا في التعليقات.